أي نهاركم طيب الناس الكل، وإن شاء الله يا رب تكونوا بألف صحة وخير وعافية. اليوم وديتكم بوصفة ونودكم كان بالخير، وصفة اللي هي كسكسي قمح دياري بالحوت حصيل وبنة ما شاء الله، ومع هكا شوية تفاصيل تابعوهم يجيكم ناجح بإذن الله. دونك كان تحبوا تشوفوا التفاصيل الكل وكيفاش نحضروه، ابقوا معايا وشوفوا الفيديو معايا للآخر. اول حاجه لهنا باش نوريكم المقادير. هذوما لفحات نتاع الكسكسي، مغرفه صغيره من الكركم والفلفل الاكحل، 4 مغرفه صغار يعني زوز كبار طماطم معجونه، ومغرفه كبيره بابريكا ولا فلفل ملحي. خديت راس كامل بصل بالاوراق نتاعو، ومعاه زوز قرون فلفل وكعبه طماطم قسيتها مكعبات، وخديت على جنب هذاك برشا ثوم وتبلو كرويه باش نهرسهم مع بعضهم، وعلى جنب هذايا نص مغرفه صغيره من الكركم فلفل مرحي وفلفل اكحل باش نزيد عليهم شويه من الخليط نتاع الثوم والتبلو كرويه هذاك باش نفوح بيه الحوت. لهنا اول حاجه باش نبدا نحضر في الصوص تاع الكسكسي. جيت لهنا حطيت الزيت دوب بليش ما يسخن الزيت نتاعي، ما نخليهوش مش بارد وما نخليهوش لين يسخن برشا. نحط فيه قرون الفلفل ومعاهم زاده نحط البصل. المرحله هذه تبنن برشا وقت اللي نقلو الفلفل قبل في الزيت اللي باش نطيبو فيه يعطي هكا ريحه بنينه. هنا راهو الفلفل مانيش باش نقليه لين يطيب، ما نخليش يعني لين الزيت نتاعي يسخن لي برشا الكل. انت والفلفل نتاعك كان فلفل جوي يزعم مش يتقلي ويطيب، كان فلفل خشين متبقاش تستنى فيه لين يطيب لك ويتحرق معاه البصل. اسيس لهنا كيف نحطوا الملح، البصل باش يسيب الماء نتاعو ماهوش باش يطيب فيسع، دونك هنا باش يوخر لنا التطيب نتاع البصل، فيعطينا اكثر وقت للفلفل باش يزيد قد ما يتقلى قد ما يزيد يسيبك البنه والريحه الفايحه بتاعو. ونخليهم لهنا على نار هاديه، كما نعرفوا الفلفل يتقلى على نار هاديه، البصل كيف نار متوسطه الى هاديه، ونخليهم شويه هكاك. كل شويه نجي نقلبهم على الشيره، كل شويه نجي نقلبهم، ونبقى ديما نخلط باش ما يشدليش ولا ما يتحرقليش من شيره ويبقى من شيره ناي. وخليتهم على جنب، وجيت لهنا للحوت بتاعي. هرست الثوم والتبلو كرويه، خليت منهم مغرفه صغيره وزدتها للكركم واللفحات حصيلو اللي وريتهم لكم، خلطهم مليح مع عسره قارص مع شويه زيت زيتونه مع شويه خل، وحسيتهم هكا مازال كونسونطري الخليط، فزدتو عسره قارص اخرى باش نزيد نحل بيه. نحل هكاكا ونجي باش ناخذ الفوشه على جنب وندهن بها، ونحاول ندخل لفحات في الشيرات الكل متاع الحوت. لهنا الحوت تاخذوا النوع اللي تحبوا عليه بالطبيعه. عندي هذوما انا طروف حصيروا في كانوا جلين راهو في الكونجيلاتور. كنت باش نعمل مقرونه وانا قلت لا لما نعمل بهم كسكسي شهيه كسكسي هكا جاي على بالي، زيد عندي كسكسي قمح في الدار وكل، قلت علاش لا. هكا خلطتهم هكيكا، نبقى ندخل في الفحات من شريط الكل ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا. لهنا مش نحط بابي سيلوفان خاطر باش يشد لي الفاح يبقى فيه، فخليتهم هكيكا. حطيت عليهم كل غطاء يجي اعلى منهم هم، ورجعت لك قرون الفلفل نقلب وننزل على الشيره اللي مازالوا ما طبوش منها. ولهنا حسيت البصل بدا يطيب وفيه طروف بدو يحمروا صاي قارن فيهم طاب وقارن بقى نقص شوي نحيته. مش معناه في الاخر باش ناكلوا فلفل نايت، نوريكم في الاخر لاستيو زاده كيفاش باش يزيد يبنن، هو بالعكس. ونجي لهنا نحط المقادير اللي شفناهم مع بعضنا الكل ونخلط الكل مع بعض. ولهنا شوفوا لي الثوم والتبلو كرويه اخذوا الكونتيتي يلزم برشا، ونحيد شوي باش نضيفهم في الاخر، زاد ذيك استيوس. هكا هاو نخلط مليح 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 باش يداخلوا في بعضهم. وبما انه عندي الطماطم الكعبه ذيك فريشكه محطوطه، ما نخافش عليها، نقص في الغاز ونغطي خاطر باش تزيد تسايب ماها هي، يعني نغطي عليه ونخليه يبقى مده 10 دقائق. ما زدتلوش الماء، معناش تبقى تتبعني في ال10 دقائق. ينجم يكون انت في تعيش يحلك ولا بتزيد في الغاز، ما تخليش من الطنجره تحرق وبعد تقول تقوى قالت لي 10 دقائق ديما تتفقد وتحرك. المهم خليتها مدة 10 دقائق تتقلى كيف ما هكاكا والكل. ومن بعد ما يغلي ركزوا معايا، لازم الماء يكون يغلي، نمرق بيه فرد مره وما نحلش برشا الصوص، يعني خاطر هنا ما عنديش لا خضره لا عندي حمص لا عندي لحم ما عندي حتى شيء، ومانيش نحط له الخضره. هذه زاد حاجه اخرى برشا يحطوا الخضره، ونعرف يعني حتى السواحلي المتسمي عليهم يعني كسكسي بالحوت ياكلوا يعملوا بالخضره. انا لهنا ما حبيتش، اختياري حبيت تبقى كان ريحه الحوت اكا هاو في وسط الكسكسي، دونك ما حطيتش برشا ماء
باش في ساعة تطيب لي الصوص ديجا، خاطر ما فما حتى شي يستنى يطيب. وفي نفس الوقت بعد خاطر باش نحط الحوت والكل على قد الحوت حطيت الماء. لهنا هذا الكسكسي متاعي، شوفوا كيف هو ما شاء الله تبارك الله. اللي تبعوا فيه يعرفوا الكسكسي متاعي، يعني من الصيف عولت جبت معايا بتاع فرد مره. الكسكسي هذا ما يستحقش حتى تفاح، لانه هو مفور على برشا فاحات، بما ان العود والقرفه وبرشا برشا حاجات ورند والكل، فما نفوحوش. شوي زيت زيتونه نجم نحطوها، اما هو في كل الحالات هنا تشوفوا ما حطيتلوش زيت زيتونه وجا فارك. هو يتغم بالماء ويبقى، وبعد نستقطروه من الماء وبعد نحركوه. امل هنا كيف تحبوا يجيك متشرب بالصوص على الاخر، ما تبعش القاعده هذيك، انا ما تبعهاش الحق. نحط له شوي ماء كيف وكيف الكسكسي الاخر، ويجيني مفرك ما شاء الله. ومن بعد يشرب لي الصوص بالباهي. وهو ديجا معروف عليه الكسكسي العول هذا، الكسكسي قمح يشرب برشا الصوص، يعني عادي تو تلقيه معبي معوم عليه الصوص، ترجع بعد درجة تلقيه شايح ويستحق صوص اكثر يعني. خليته كمل كيكا شربه الماء اللي حطيته فيه، وبعد حركته كيف ما تشوفوا. شوفوا كيفاش ديجا فارك من غير حتى شويه زيت. ونحطه هنا استيوس ماخذتها من ألفا، عندها قناه ألفا كوزين ألفا، مغرومه بها انا الحق. تحط منديله، عندي سنين راهم اللي عرفتها من قبل حتى من جيل فرنسا الاستيوس هذه نتاعها. تحط منديله فوق الكسكسي وتغطي عليه بعد الغطاء، باش البخار ما يرجعش ديريكتومون على الكسكسي ويعمل لكم عابر، يعني خاصه الكسكسي المشري راه مش كيف الكسكسي العوله حاصيله. وبعد تحط الغطاء لهنا كيف ما تشوفوا. حطيت طروف الحوت ونخليهم يطيبوا، ونرجع لهم من بعد نقلبهم من الشيره الاخرى. الكسكسي ما نحطوه في الكاسكاس كينش ما يبدا فما بخار طالع من الكاسكاس، وقت اللي تبدا الطنجره تغلي ديجا والكاسكاس قاعد يفور، وقتها نحط الكسكسي. لاني حسيته يستحق شويه ملح، زدت له الملح ورجعت الكاسكاس نتاعي. وهذه هي لاستيسوك اللي قلت لكم عليها، يعني نتاع الكسكسي. هي الاكثريه تمشي مع الكسكسي المشلي، خاطر الكسكسي العولة عادي في كل حالات ما يجيش مكعب راه. وفي الاخر وقت اللي سيتي بالحوت رجع قرون الفلفل نحطهم يطيبوا، باش يزيدوا يسيبوا بن على بن، ونصبهم بزيتهم اللي الزيت اللي معاهم في الصحن نزيد نحط يزيد يعطي بنه وريحه مش نورمال. ولهنا سايي طاب كل شيء، جبت الكسكسي نتاعي حطيته هنا. ما عملتش كميه كبيره خاطر ديجا مطيبه برشا حاجات معاها على جنب، وما حشتيش باش يبقى لي الكسكسي كاع نحب يتاكل في نهارو، خاطر لا فيه لا خضره لا حتى شيء باش يبقى لنهار اخر ونزيد نعاود نسخنه الكل فزايد يعني. هكا هاو نجي نخلطه كيف ما تشوفوا هكاك، نحاول نفركه من بعضه ويخرج منه كالبخار بالباهي. ومن بعد باش نجي نبدا نحط في الصوص بشويه بشويه ونخلط. ولهنا بالنسبه ليا سي بون، خاطرني في الاخر باش نزيد نحط له الصوص فتا يزيد يشربها وراه صاي، يعني جوست خليته شويه وعاود شرب وعاود زدته من بعد الصوص، خاطر كيما قلت لكم الكسكسي هذا ما تعطيش الامان يشرب برشا الصوص عرفتوا. فما ناس تفرجت مره في فيديو واحده تصب عليه كانه شربه، ردته بالصوص وغطته بابي سلوفان وحطته ورجعت له بعد يظهر لي ما نعرفش نص ساعه، ما نعرفش تخليه وقت المهم وترجع له تلقاه كانه ما حط شيء تخلط. شفت زاد الفازه هذيك عامه من الحق ما نجازفش خاطر كل واحد فما واحد يحب الكسكسي ياسر مبلول بالصوص، واحد يحبه شوي. انا مثلا من النوع اللي نحبه متوسط، مش شيح يغصص ومش مبلول ياسر. هكا وحطيت كترو في الحوت وجيت هنا نزيد نحط عليهم شويه من الصوص من الفوق يزيد يبنن والكل. وقرينة الفلفل كيف كيف اللي زادوا تشربوا من بنة الحوت وعطوا من بنتهم للحوت وللصوص الكل. كيما قلت لكم لهنا راهو تنجموا يحطوا الكرع الاحمر، يحطوا السفناري، يحطوا برشا خضره. اما انا لهنا ما حبيتش، حبيت كان ريحه الحوت، فكل واحد وشنو يحب.
ونبقى هكا كنزيد في الصوص، خاطر من الاول راه ما حطيتش برشا، كنت لاحظتو ما نعرفش كان ظاهر ما حطيتش. عندي هنا شويه بقاو لي برغم صفيتو راهم تنحوا من الحوت، خاطر الصوص نسيت ما قلت لكمش نحي الحوت على جنب والصوص نصفيوها راهم تاع الكسكسي، خاطر الصوص بالحوت ما تعطيش الامان زاد، نجم يتنحلك فيها شويه من الواحد وما تفيقش بيه الشوك بتاع الحوت ويولي يضر. تنحي على جنب وتصفيها في حاجه وبعد تحطو هكا. هو الكسكسي نتاعنا حضر ما شاء الله وتبارك الله، وان شاء الله قسمكم في الجنه، وان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو. بالطبيعه كان عجبكم ما تنساوش باش تشجعوني بجيم وبارتاج وكومنتير، بالطبيعه قولوا لي تتبعوا فيا، وبالطبيعه قولوا لي كان عجبتكم الوصفه ولا لا، كان عندكم افكار اخرى علاش لا نتبدلوها. وبسلامة.